السلام ورحمة الله. حياكم الله سيادة الرئيس، الله يبارك فيك. حياكم الله، اهلا وسهلا. حياكم الله، كيف حالكم؟ والله الحمد لله، شلون كنتم؟ ان شاء الله بخير. الله يبارك فيك، الحمد لله رب العالمين. سيادة الرئيس، انا موجود الان مع بعض وجهاء واعيان محافظة دير الزور. بناء على طلبك حابب انت توجه لهم رسالة، فهم الان معك يسمعوا. ايوه. تفضلوا مشكورين ماجورين. الله يسلمك. الله يبارك. والله هذا الدير حبايبنا وعزوتنا وتاج على راسنا ان شاء الله. فيمكن ربما اليوم انا شفت مقطع للوالد شوي يتكلم في بعض الكلام. الله يعلم هو جرحني قبل ما يجرح اهل الدير يعني. ف حقه محفوظ ان شاء الله، وخلي صعوبه بلحيتنا. الله يسلمك يا سيدي. تاريخكم سابق يعني لاقوالكم، نحن ما في داعي نتكلم عن المحبه والمعزه اللي بيننا وبين اهل الدير، ريف ومدينه طبعا. فربما هو صار في يعني زله بالحوار اللي صار، ونعتذر ان شاء الله عن نيابه عن الوالد عن لأهلنا بالدير شاملين ان شاء الله، ريف ومدينه. الله يكرمكم ويبارك فيكم ان شاء الله. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. الله يبارك فيك سيد الرئيس. احنا ابناء دير الزور سيد الرئيس نعتبر سيد الرئيس هو احد ابناء المحافظه. تاكيد ما في شك. الله يكرمك ويحفظك يا رب. في عندنا رساله سيد الرئيس نحب نوصلها لك من ابناء دير الزور. الاولى هي انه تشرفنا بزياره ان شاء الله. والله انا على احر من الجمر يعني. ان شاء الله. في بعض الترتيبات انا تكلمت مع اخونا السيد المحافظ زياد العايش، ان شاء الله عم يشرف عليها ان شاء الله باقرب فرصه باذن الله اكون بيناتكم ان شاء الله. اكرمكم الله سيادة الرئيس، مشكور على اتصالك. خلال الفتره الماضيه جهزنا بعض المشاريع يعني، وارسلنا بعض يعني الاشخاص لحتى دراسه بعض المشاريع عندكم، سواء المشافي او الجسور او بعض الاشياء اللي بتحتاجها المدينه. في بعض الاستثمارات ايضا وجهناها ل يبدا العمل فيها ان شاء الله بالدير. واحنا سابقا تكلمنا انه ان شاء الله الدير راح تكون من احد اهم الاماكن الاقتصاديه ان شاء الله في سوريا باذن الله تعالى. باذن الله تعالى. الله يسلمكم. الله يبارك فيك. شكرا لاتصالك سيادة الرئيس، والله يبارك فيك ويحفظك ان شاء الله. مشكور ان شاء الله. خلاص صاحب الدير ما في داعي يزعلوا، ازرعوا بلحيتنا يعني. الله يبارك فيك. مسامحة. الله مسامحة ان شاء الله. الله يبارك فيك.